ناوية اعمل ورقة لحمة بكرة ان شاء الله، فتعالوا كده من النهاردة نجهز التتبيلة. اول حاجة الحاجات اللي هضربها في الخلاط، عندي هنا طماطم، لو طماطم كبيرة هتستخدمي منهم 3 بس، وبصلاية كبيرة، وحتة خضرة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، كزبرة بقى وبقدونس. وهضيف معاهم كوباية مية انا وبضربهم في الخلاط. ده الخليط بتاعي، بعد ما اتضرب هضيف له معلقة توم كبيرة، وعلى فكرة بعمل خلطة لصينيتين لحمة مش صينية واحدة. وهضيف كمان معلقة هريسة كبيرة، معلقة خل كبيرة، وعصير ليمونة كاملة، وزيت 3 معالق كبار. بالنسبة للبهارات فأنا حاطة ملح وفلفل أسمر، معلقة واحدة من بهارات الشوربة، معلقتين ونص كبار من بهارات اللحمة، وهنزل بيهم. بفكركم إن أنا بعمل صينيتين مش صينية واحدة. وأقلب بقى مكوناتي كلها مع بعض تقليبة حلوة. اهو يا جماعة، حطيت اللحمة بتاعتي في التتبيلة وقسمتها على 2، وهسيبها بقى لحد بكرة الصبح ان شاء الله، او الظهر يعني، على حسب ما هدخل الصينية بتاعتي امتى. بس ببيتها ليلة بتفرق معايا في الطعم وبتطلع رهيبة، جربوها على ضمانتي. وده كان فيديو النهاردة عبارة عن تتبيلة للحمة، سواء حابة تعمليها في صينية، حابة تعمليها مشوية، حابة تعمليها ورقة لحمة. انا هعملها ورقة لحمة هتطلع رهيبة. ده فيديو النهارده، لو عجبكم الفيديو متنسونيش من اللايك والشير والاشتراك في القناه، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه. قولهم باي. قولهم باي. لا. ماشي. سلام. لا. سلام. ما تلعبيش بس.